الخير حبايبي، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهارده الفيديو بتاعنا فيديو خير حبايبي، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهارده الفيديو بتاعنا فيديو مختلف، ايوه مختلف. النهارده هقول لكم ازاي تشتروا كيلو العجين جاهز بجنيه، من غير ما تحطي باكو خميره بتلاتة 4 جنيه، من غير ما تجيبي كيلو دقيق دلوقتي بقى ب27 جنيه. الدقيق غلي في كل حته، في فتح الله بقى ب27، في كل حته بقى غلي. من غير ما تجيبي كيلو دقيق ب27 جنيه. ازاي هنجيب كيلو دقيق بجنيه ونعمل منه احلى معجنات احنا عايزين نعملها؟ نعمل حواوشي، عيش بلحمة، نعمل ممكن بقسماط، ممكن نعمل بيتزا. سواء بقى هتجيبيه ابيض او بني هقول لكم ازاي. اول حاجه تجربه حلوه جدا، هتروحي لاي فرن من اللي بيبيع عيش، اللي بتجيبي لو عندك بطاقه عيش يبقى هو ده. هتروحي لاي فرن بيبيع بطاقه عيش وتقولي له طبعا، لكن لو هتجيبيه حر لا طبعا هيبقى غالي، اغلى من ما تجيبي دقيق. فطبعا ولا تعجني في السقعه دي، ولا تبذلي مجهود، ولا تحطي خميره، ولا تقعدي تستني يخمر. هتروحي للفرن وتقطعي عيش، وبعد ما تقولي له انا مش عايزاه عيش، انا عايزاه عجينه. حسب الفرن اللي بتجيبي منه بيتوقف العيش بتاعك، اسمر ابيض بقى حسب ما انت بتكوني عايزه. إيه، انا حطاها هنا في كيسين. انا جبت التجربه دي، مش اول مره اعملها. بدل ما تقفي عند محلات العيش وتعملي عيش حواوشي، لا، شفتي رحتي الفرن، جبت كيلو، جبت 20 رغيف، بس قلت له مش عايزاهم عيش، عايزاهم عجين. اداني عجين عادي، شايفين العجين؟ طبعا داخله دقيق اسمر وعجينه خفيفه وكل حاجه. طبعا انا بقى ممكن هزودها، اعمل لها اضافات وقت ما استخدمها. انا طبعا مش هستخدمها النهارده، انا هشيلها في الفريزر زي ما هي كده، وقبل الاستخدام بتاعي هستخدمها مثلا بكره بعده الكلام ده. انا بس حبيت اشارككم الفكره. هطلعها واستخدمها معاكم، نعمل بيها بيتزا، نعمل بيها حواوشي، نعمل بيها كل حاجة. ده الدقيق الأسمر، اللي دقيق صحي خفيف، مش الدقيق الأبيض اللي احنا بنجيبه الفينو، مش هنعرف نخلطه ازاي. ده دقيق داخله نسبة الردة، فأنا هعمل بيه عشان يبقى دقيق صحي خفيف. طبعا نزود اي اضافات احنا عايزينها، سواء عايزين نزود له ماده دهنيه نزود، عايزين نزود له شويه لبن نزود، نخفي العجينه بشويه ميه لو عايزين، نتقل العجينه بشويه دقيق لو احنا عايزين. بس انا كده وفرت كيس خميره ب4 5 جنيه. انا مش عارفه انا حقيقي بجيب الباكو الكبير نص كيلو، بس كيس خميره. وكمان وفرت ان انا اجيب كيلو دقيق ب27 جنيه، جبتهم بجنيه. جربوا الفكرة ديت، عجينة حلوة، بس حطيها في كيس في الفريزر، وساعة الاستخدام طلعيها وجربيها. اشوفكم يا رب على خير في فيديو جديد، وازاي نشتري كيلو العجين